جماعة تعالوا نشوف حكاية الاتنين الزهقانين اللي من بعض قرفانين وعلى الطلاق متفقين. وبيبدأ الفيلم بكيت اللي بتحكي لنا ان الكريسماس ده غير كل الكريسماسات اللي عدت عليها طول حياتها، وده لانها ناوية تتطلق وتخلص من جوزها اللي كاتم على مراوح قلبها لمدة 20 سنة. طب تفتكروا هي عايزة تتطلق ليه؟ هقولك يا ستي، لان كيت قررت تعمل بالنصيحة اللي بتقول قومي يا بت واهتمي بالكارير، ما هو كده كده الرجاله كتير. وبتقول انها لولا ايفري جوزها كان زمانها مهندسه قد الدنيا، الا بس هي اللي مرايه الحب عاميه. واول ما قابلت ايفري الموكوس من 20 سنه وقال لها دو يو ماري مي، فقالت له ماله يا حبيبي دو. وقررت تسيب كاريرها وشغلها وراحت تقعد معاه في ارياف انجلترا، وهو بقى نجح وبقى دكتور وفتح بدل العياده 2، والدنيا كانت فل معاه. وهي كانت في البيت بتربي له عياله لحد ما العيال كبرت، وسيانا بنتهم دخلت الجامعة، وجابي ابنهم اتخرج من ثانوي. وهنا بقى قررت كيت انها تعمل بمبدأ قومي يا بت وشوفي كاريرك ودنيتك واتطلقي من جوزك وسيبي حتتك، وعشان كده بتاخد قرار الطلاق. وده من وجهة نظرها. اما بقى من وجهة نظر ايفري انها ولية زنانة وهو خلاص قرف من زنها، وبيقول يمكن لما طلقها اقابل مزة اصغر منها ترجع لي شبابي. وهما الاتنين بيروحوا يقعدوا مع العمدة علشان تمضلهم ورق الطلاق، لكن العمدة بتقول لهم ازاي بس، ده انتوا احلى كابلز في القرية. لكن كيت وايفري بيرد عليها وبيقولوا لها انهم اتفقوا ينفصلوا وهم لسه بيحبوا بعض، وهم ينفصلوا ويبقوا اصحاب احسن ما يقضوها في محاكم الاسره وتبقى عيشتهم هباب. فبتستسلم العمده وبتقول لهم طيب خلاص بقى براحتكم. وبنعرف ان كيت وايفري اتفقوا ان ده يبقى اخر كريسماس هيحتفلوا بيه سوا قبل ما ينفصلوا، والكلام ده بيحصل قبل الكريسماس باسبوع. وبيقرروا انهم يعملوا نفس الطقوس اللي بيعملوها كل سنه. ولما بترجع كيت البيت بتلاقي دوريس صاحبتها في انتظارها، وبتسالها دوريس هي قالت لايفري على ناويه تعمله. وبنعرف ان كيت ناويه تبيع البيت وتنقل هي وجابي ابنها بوسطن، وده علشان تشتغل هناك وتركز في الكارير. لكن كيت بتقول لها لا طبعا، هو انت عايزانا نكد على الراجل في اخر كريسماس بينا؟ وبتقول لها انها تبقى تقول له بعدين. فدوريس بتقول لها انها كده بتغلط غلط كبير ومش لازم تخبي عليه. وبعد شويه بيوصلوا سيانا ونيجي لحبيبها واللي بيكون مهووس بهاري بوتر، واول ما بيشوف كيت بيطلع عصايه سحريه وبيقول لها انه هيسحرها. فبتقول له انت هبل يالا ولا ايه؟ وبيبداوا يتعشوا، ووقتها نيجل بيقع بلسانه وبيسال قدام كيت عن تيس حبيبه ايفري. فبتتصدم كيت وبتقول له مين يا عينيا، هو الواطي الفلاتي ما صدق انه ينفصل عني علشان يروح يتصرمح ويدور على حل شعره. وبيتضح ان كلهم عارفين ما عدا كيت هي الوحيده اللي ما كانتش تعرف، وعشان كده بتروح لايفري العياده وبتفرج عليه العيانين وبتقول له بقى يا واطي للدرجه دي مش طايقني؟ طب الناس يقولوا عليا ايه وانت اول ما انفصلنا رحت ارتبطت؟ فبيقول لها ايفري هو انت مش بقالك 6 شهور منفضالي وطرداني من البيت؟ فبتقول له كيت حصل. فبيقول لها انا بقى الفترة دي اتعرفت على تيس وحبينا بعض. وبيقول لها وانتي كمان يا حبيبتي اول ما تقابليها هتحبيها على طول. فبتقول له حبك بورصي يا بعيد. وتاني يوم بتيجي ليزا جارتها وبتشكرها على الواح الطاقة الشمسية اللي ركبتها. والمفاجأة بقى ان كل القرية بيكونوا عارفين ان ايفري ارتبط، وهي الوحيدة الهبلة العبيطة ام بدوي اللي ما تعرفش. لكن ليزا بتحاول ترفع من روحها المعنوية وبتقول لها والله انتي احلى منها بمليون مرة، ايفري ده مش بيفهم اصلا. فبتفرح كيت لانها بتكون فاكرة ان ايفري ارتبط بواحدة عجوزة كركوبة. وبعدها بتقابلهم بالصدفة في محل، وبتتصدم كده لما بتلاقي ان تيس اصغر واحلى منها، وبتبقى بنت طويله وفرعه كده اهو. ومش بس كده، دي كمان بتبقى بنت ملزقه وغنيه وعندها كارير وناجحه. وفوق كل ده جابي وسيانا بيكونوا مبهورين بيها. وطبعا بعد اللي حصل كيت بتطلع غلبها كله في المطبخ وفي جابي، وبتفضل تزعق له وتقول له يا فاشل يا صايع روح اعمل البحث اللي هتقدمه في الجامعه. لكن جابي بيقول لها انه عايز يبقى رجل مطافي. بعدها بيجي ايفري وبيعزمها على العشاء. فبتقول له كيت ويا ترى بقى السنيوره بتاعتك هتكون موجوده ولا لا؟
فبيقول لها طبعا هتكون موجودة، امال هوديها فين يعني؟ فبتبرطم وبتقول له في مصيدة، وانا ايه مشكلتي يعني؟ وبالليل بتاخد ولادها وبيروحوا على العزومة، وبتفضل طول الطريق تقول لهم ما تزعلوش لان بابا اتجوز ودي سنة الحياة وكلام من ده. لكن وقتها جابي وستيانا بيقولوا لها ومين قالك اننا زعلانين اصلا؟ دي تيس موزة وناجحة والف مين يتمناها، واحنا اصلا فرحانين انها هتبقى مرات دادي والموضوع بقى عادي. وحرفيا كيت بتبقى هتتشل من ولادها العطين. وبعدها تيس الحرباية بتفضل تتباهى بشغلها وانها سيدة اعمال ودايما مشغولة، وبيبقى ايفري مبهور بيها. وساعتها كيت بتقول له يا واطي، ما هو بسببك انت وولادك كان زماني انا كمان عندي كارير وفلوس كتير. وتاني يوم بتقرر كيت تاخد ولادها ويروحوا يشتروا شجرة الكريسماس، لكن ولادها بيقولوا لها انهم مش اطفال وانهم خلاص كبروا على شجرة الكريسماس. لكن كيت بتتمسك بانها لازم بقى تشتري شجرة. وساعتها بتشوف تشيت واللي بيكون واد ابيضاني بعيون عسلي ولابس لبس سانتا وحاجة كده في منتهى القمر، وفوق كل ده بيعكسها وبيقول لها يا ترى بقى القمر مرتبطة ولا لا. وبيفرح قوي لما بيعرف انها سنجل، وبيختار لها احلى شجرة عنده وبيطلب منها يخرجوا في ديت. وطبعا كيت ما بتصدق، وده لانها بتكون عايزة تحس انها مرغوب فيها من تاني وبالمرة تغيظ ايفري. ولما بترجع البيت بتتفاجئ بولادها بيقولوا لها انهم هيروحوا يتغدوا مع تيس، فبتتغاظ لان تيس التعبانة بتبقى عايزة تخطف عيالها منها، وده لانها بتكون مشتريه لهم هدوم وحاجات كتيرة. فبتقول لهم كيت هو انا يا عيال مش لسه مشتريه لكم هدوم السنة اللي فاتت؟ فبتجيب اخرها وبتخرج تتخانق مع ايفري، خصوصا لما بتعرف انه واخد الولاد وخارجين مع بعض ورايحين يتزحلقوا على الجليد. فبتقرر انها تغيظهم وبتروح تجيب تشيت وبتقول لهم ايه ده، هو انا ما عرفتكوش على البوي فريند المزد القمر ابو عضلات اللي شبه كريس ايفانس؟ وطبعا ايفري بيتصدم، ومش لوحده ده عيالها هم كمان بيتصدموا. وبيروح ايفري يسالها وده عرفتيه امتى ان شاء الله؟ وبيتخانقوا مع بعض وبتلوموا كيت على انه جابها معاه هنا ودمر حلمها وكاريرها وما اهتمش غير بنفسه. لكن ايفري بيقول لها انه جابها معاه لانها كانت اكتر ست بيحبها. فبتتصدم كيت لما بتسمعه بيقول كانت، وبتفهم انها ملهاش في قلبه مكان، فتعيط وتتقهر بقى. لا طبعا دي بتقرر انها تروح تركب الزلاجة مع تشيت، لكن ايفري بيصمم انها تركب قدامه في الزلاجة بتاعته. طليقته بقى وام عياله ما ينفعش تتكشف على حد يا جماعة. وفجأة بيعملوا حادثة وبتقع كيت، ووقتها ايفري بيجري عليها وبيكون قلقان جدا ليكون حصل لها حاجة، وساعتها تثبت غير. وبعدها بتقول لكيت ان في واحدة صاحبتها بتحب واحد مطلق، لكن مراته الحرباية مش عايزة تسيبهم في حالهم. وبتقول لها تخيلي انها ركبت معاه نفس الزلاجة. فبتقول لها كيت قولي لصاحبتك تبعد، لان في مثل بيقول القديمة تحلى ولو كانت وحلة. فبتقول لها تيس ده بعينك، انت ازاي اصلا قدرتي تسيبيه؟ ده شوجر دادي وزي القمر وكمان دكتور، يعني اللي تسيبه تبقى ست هبلة. فبتقول لها كيت اسكوتي انت ما تعرفيهوش، ده راجل نكدي وبومة. وفي نفس الوقت تشيت كان بيقول لإيفري انت راجل مغفل، حد يسيب المزدة الملبن دي ويروح يرتبط بالفرعة اللي شبه الزرافة الهبلة دي؟ فبيقول له إيفري لا ده انت ما تعرفش كيت بقى، دي ولية نكدية ومفترية وتسبر قابتها. وعلى الرغم من انهم هما الاتنين مش بيكونوا طايقين بعض، بس برضو غيرانين على بعض ومش قادرين على بعاد بعض، وحرفيا بيطبقوا المثل اللي بيقول القط ما يحبش الا خناقه. وبعدها بيتجمعوا كلهم، وطبعا كيت بتعزم تشيت وايفري بيعزم تيس التعبانه اللي بتفضل طول السهره تتمايص وتقرب من ايفري وتقول له دو يو لاف مي، فالمهزأ بيقول لها دو يو. ووقتها كيت بتغير وبتقول شوف الراجل الشايب العايب عايز يهزق نفسه قدام عياله. بيلاحظ تشيت انها غيرانه، فبيقول لها طب ما تيجي نقلدهم علشان نغيظ ايفري. وطبعا المهزأ مش بيبقى عايز يغيظ ايفري ولا حاجه، هو عايز يزيد في الزيطه. المهم انه بيشيلها قبح وبيقعدها فوق الترابيزه وبيقول لها دو يو لاف مي، فبتقول له دو يو. ووقتها بيتغاظ ايفري وبيقول شوف الست المهزأه اللي مش محترمه سنها، وبيكون جايب اخره منها. وبعدها بيروح وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها، فبتكون متوقعه بقى انه غيران وهيتخانق معاها، لكن اللي بيحصل العكس تماما. وده
وده لانه بيقول لها انا اسف لاني ما كنتش الزوج المثالي اللي كنتي طول عمرك بتحلمي بيه، واسف لاني خليتك تشيلي مسؤوليه الام والاب، وخدي الكبيره بقى، انا اسف اني جبتك هنا وخليتك تتخلي عن حلمك. فبتقول الله يعمر بيتك، وساعتها بتكون متوقعه انه مثلا هيرجع لها بعد ما حس بغلطته، لكنها بتتفاجئ ان الواطي بيقول لها انت اديتيني فرصه اتعلم من اخطائي ومش هعمل كده مع تيس ولا مع اولادنا المستقبليين. فبتقول الله يخرب بيتك، وبتحس بالاحباط وبتجيب اخرها وبتقول لهم انها ضيعت 20 سنه من عمرها علشان تعلم الموكوس جوزها ازاي يبقى زوج صالح لمراته التانيه، وبتقول لهم امتى بقى الكريسماس ده هيخلص، خلينا غور من هنا. وطبعا كلهم بيتفاجئوا لما بيعرفوا انها قررت تسافر بوسطن، واكتر واحد بيكون متضايق هو جابي لانها اتجاهلت رغبته في انه يكون رجل مطافي وقدمت له في كليه في بوسطن. وطبعا افري بيكون مصدوم من قرارها. وتاني يوم كيت بتعتذر لاولادها لانها خبت عليهم، وبالليل افري بيعزمهم على العشاء علشان يقدموا لبعض الهدايا. ووقتها كيت بتلبس الفستان الاحمر القطيفه الخطير، ومعروفه الاحمر على الاسد بيمنع الحسد، فبتكون مزه القعده. وطبعا البومه تيس اول ما بتشوفها بتتغاظ علشان هي مش كيرفي. وبيجي وقت فتح الهدايا وبنشوف ان كيت جابت لتيس طاقيه وبتقول لها البسيها لما تسقعي، وبتجيب لافري الشويه اللي بيحلم تبقى عنده، وهو بينبهر وبيكون فرحان. اما بقى تيس التعبانه فبتقرر تكرمش له فلوس وبتقول له اشتري اللي انت عايزه، انا ما عنديش وقت اشتري لك. فبيقول لها ايه الهديه المعفنه دي؟ المهم بقى انه بيقدم هديه لكيت، وبتكون عباره عن برفيوم مخصوص مصنع ليها، وبيدي لتيس ايربودز. ووقتها بتوصل لاعلى ليفل الغيره، وبتقول له بقى يا مهزأ جايب لطليقتك برفان مخصوص ليها وانا جايب لي ايربودز. فبيقول لها افري منتهى البراءه اللي في الدنيا، انا معرفكيش عشان كده ومعرفتش اجيب لك ايه. اما بقى كيت فالست عشره عمر واول حب في حياتي، وطبيعي جدا اكون حافظ كل تفاصيلها. وفجاه بتحصل حريقه وبيبقوا كلهم هيتحرقوا، لكن جابي بيتصرف وبيعرف يطفي النار، وبيكون فعلا موهوب ونفسه يبقى رجل مطافي. وطبعا تيس بتبقى مولعه اكتر من الحريقه نفسها، وده لان الموكوس افري اول ما حصلت الحريقه جري على كيت وولاده. وده ياكد لنا حاجه مهمه يا بنات، ان فعلا القديمه بتحلق ولو كانت واحله، ما بالك بقى لو كانت مزه كده. فبتتاكد تيس من ان افري عمره ما هيكون ليها، وعشان كده بتقول له انا غلطانه اني بصيت لواحد عره زيك. وبعدها كيت بتعترف لتشيت انها مش حاسه باي حاجه ناحيته، وبتقول له انها فرحانه لانها اتعرفت عليه، وبتشكره لانه خلاها تحس احساس جميل وتحس انها ست مرغوب فيها. لكن تشيت بيقول لها انه مش هيسيبها وانه هيفضل يحاول معاها لحد ما تحبه. فبتقول له حبك بورس يالا، ما خلاص بقى بطل رخامه. وعشان تخلص من زنه بتقول له انها خلاص مسافره، وبتفضل طول الليل تلف في بيتها وكانها بتودع كل ذكرياتها، وبتحضن ولادها وبتقول لهم ان هم احلى حاجه في حياتها. وبعد شويه بيجي افري وبيكمل السهره معاهم، وبيفضلوا يتفرجوا على البوم ذكرياتهم سوا. ووقتها افري بيحن لايامه مع كيت، وبيندم انه ما كانش بيقضي وقته معاها هي وولاده، وان علاقته بيها اتدمرت. وفجاه النور بيقطع عن القريه كلها، لكن بفضل الواح الطاقه الشمسيه اللي بتبقى كيت مركباها على سطح بيتها وبيوت جيرانها، فالنور مش بيقطع عندهم. وعشان كده كل اهل القريه بيتجمعوا تاني يوم في بيت كيت علشان يشكروها على الالواح، وبيقولوا لها قد ايه وجودها اثر معاهم. ووقتها بتحس كيت انها ما ضيعتش 20 سنه من حياتها على الفاضي ولا حاجه، وان كاريرها الحقيقي هو حب الناس اللي حواليها. وعشان كده بتقرر انها تسمح لابنها انه يعمل اللي هو بيحبه ويبقى رجل مطافي. ومش بس كده، ده افري بيقول لها انه بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها، وبيقول لها اسف اني معرفتش اساعدك واكون سندك السنين اللي فاتت، وبيوعدها انه هيفضل معاها لحد ما تبني لنفسها كارير زي ما هي عملت معاه. وبيرجعوا لبعض من تاني. يا جماعه والله مالكوش الا بعض يعني. وبنعرف ان الموكوس تشيت ارتبط بالموكوسه تيس، وتلم المتعوس على خيب الرجا. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وادي للاكس فرصه واسمعيه، واوعي لواحده غيرك تقربيه، ولو عاد معتذرا سامحيه، وبلاش عن عياله تبعديه. وشكرا يا فندم.